يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. صباح الخير، صباح الفل، صباح النشاط، صباح غسيل السجاد. عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. العيد يعني لازم نغسل السجاد، حتى لو مغسول ونضيف برضه لازم نغسله. ما نعرفش ايه السر في كده. ما يخشش علينا العيد يا جماعه، لا لازم نغسل السجاد ونغسل الشقه كلها، يا ريت السجاد بس. يلا بقى كده اتنشطي وايه وصلي على الحبيب عشان قلبنا يطيب ونبتدي. انا اللي غسلت السجاد فين؟ في البانيو. ازاي بتتغسل في البانيو؟ هقول لكم ازاي واقول لكم طريقته. وما تنسوش لو اول مره تشوفي قناتي تشتركي فيها وتحطي لي لايك حلو حلو منك وكومنت عشان اتشجع واكمل بقيه الشقه وانزل لكم بقيه الفيديوهات. انا حطيت السجاد في قلب البانيو مع اريال، بحب انقعه يعني المشايات كمان بحب انقعها في البانيو. بحط اريال وكلورينا وايه تاني و... وحبة رابسو او حبة صوف واي حاجة اللي عندك دوت مع دوت. ده بيساعد بيخلي بصراحة السجاد ريحته جميلة جدا، وبيخليه النقع انك انت تنقعيه في قلب البانيو شوية، او تبليه حتى لو ما عندكش بانيو عادي تنقعيه. دوت بصراحة بيسهل عليك وبيخليك وانتي اول ما بتيجي تحطي بس كده وتر الفرشة عليه هتلاقي كل حاجة نتفت. يعني السجاد بينضف بسرعة جدا جدا لو اتنقع بحبة مية والاريال والخلطة اللي انا حطيتها ديت في الاول زي ما انتوا شايفين. وبحط كمان وبرش عليه سيترس. شايفين بدعك ازاي؟ وهو بينضف بصراحة بسرعة. هتقولي طب وليه ما وديتهوش للمغسلة؟ والله يا حبيبتي، والله يا حبيبة اختك انا وديته المغسلة والله جالي يعني مش عايزة اقول لكم ان هو جالي اوسخ من ما نزل. يعني هو نزل اتوسخ وراح طلع لي. حتى نزلته تاني رحت للراجل ورحت قلت له حرام عليك، يعني انت واخده مش كده، وانا السجاده اساسا يعني مش مستهلك قوي او قديم. اقول لك ان ماشي ان هو فعلا ان هو مهلوك وكده، لا ده سجاد زي ما انتم شايفين اهو جديد. بصوا من الظهر برضو بغسلها عشان بضمن ان كده اتشطفت كويس واتغسلت كويس. اقول لكم ده انا اتعمل فيها حته موقف والله العظيم هحكيها لكم بس خليكي معايا. المهم رحت خدت ايوه ديت اللي انا السجاد دوت المشايات. عندي مشايتين في الطرقه 5 متر، قصاها على 2.5 2.5. فدي حته اللي انا غسلتها وشيلتها، ودي حته التانية عشان تقول ان انا بعيد الفيديو تاني عشان اطول عليكم. لا بصوا بقى انا حطيت الخلطه وبحملها ارش اريال ارش اريال. يلا احط مش مشكله. المهم اكتشفت في اخر حاجه، في اخر والله العظيم في اخر سجاده اكتشفت. عارفين اكتشفت وانا كل شويه عمال اقول يا منى يا ام فؤاد انت ليه مش هو الاريال مش بيرغي ليه زي كل مره؟ يمكن اتغش الحاجه غليت واتغشت. لا رحت بصي بقى كل شويه والله على فكره كيس الاريال جايباه ب120 جنيه. ها اللي هو اسمه اوكسي مش اريال. ب120 جنيه الكيس. واروش خلصته على سجاد الشقه كله ال120 جنيه دول والله العظيم. بس ما اكتشفتش اللي في اخر سجاده. عماله اقول يا رب السجاد ما بيرغيش ليه زي كل مره ما باجي اغسله ما باجي اغسله. اتاريه طلع اريال اوتوماتيك. لدرجه ان انا بقيت ارش على فكره عشان احس ان في رغوه وكده. اجيب صابون سايل ورش. انا عايزه الرغوه اللي انا بتاع بصوا اريال بصوا هتلاقيني وسترس. عملت بصوا كل حاجه. على فكره السترس ده يا جماعه جميل جدا، لما تيجي تغسلي ترشي رشتين كده بيخلي السجاده كده ترجع برونقها جديده يعني. المهم تعبت والله. يعني عملت مشاية اللي هي الصغيرة ومشاية زي ديت اللي هو فؤاد. رحت ناديته قلت له لا يا فؤاد انا مش مخلفاك كده على الفاضي. تعالى حبيبي تعالى حبيب قلبي كده وساعد ماما. ساعد ماما عشان تعرفوا انك انتوا توسخوا الشقة براحتكم كده وتوسخوا السجاد. قعد بقى يضحك يقول لي طب انا تعبت يا ماما، ده انا همشي ورا اخواتي والم لو وقعوا فتله هلم ورا مش هخلي اي حاجه. اشي عصير يدلق، اشي مش عارفه يرموا حاجات يعني. صوت دوت ولقيتها لابسه لي البتناج وراحه جايه في الشقه منتهزه فرصه ان الشقه ما فيهاش سجاد. هو قلت له تعالى يا حبيبي ساعد ماما حبيبتك. المهم والله هو ما اتاخرش، بس هو فيص من اول مشي من اول مشي. قال لي بصي يا ماما انت امي على عيني وراسي بس انا مش قادر
تعبان، بس استغليته. بص بقى بعد كده شطفتها، بحب اشطفها من فوق ومن تحت، يعني من الوش وكده. هو الشطيف كويس قوي. وكمان اللي ساعدني ان ما كانش فيها رغوه ان الاريال اللي ضحك عليا، والله ما افتكرت يا جماعه الا في اخر الفيديو، في قصدي في اخر سجاده، يعني في كذا سجاد في الاخر افتكرت، عماله اقول يا ربي هو مش بيرغي ليه، مش بيرغي ليه، اتاري ان هو ده اريال اوتوماتيك واد كان جايبهولي. بس يلا الحمد لله، واحسن ان هو اريال اوتوماتيك على فكره يا جماعه، عشان ما يعملش الرغوه الكتير اللي انا كنت عايزاها، اللي هي كانت هتطول في الوقت الشطيف السجاد، لان بصراحه السجاد لو في رغوه كتير جدا بياخد. بس انا لو اعرف كده كنت انتبهت، ما كنتش خلصت كيس الاريال. انا صعبان عليا كيس الاريال اللي خلصته 2 كيلو. 2 كيلو يا جماعه، تخيلوا 2 كيلو خلصوا، وكل شويه ارش. لا 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 يا مفقد، هو الاريال غلي وعماله اقول هو غلي، وعماله اقول ايه غيري، وبس التركيبه بتاعته قلت، متعرفوش فيه ايه. بص بقى بلفها كده، وبرده لازم اغسلها على ظهرها يا جماعه، النظافه حلوه كده بصراحه. تشمي بقى الريحه بقى، بصي، ولازم تنشف كويس جدا. حطوها بقى في البلكونه يومين كده اهوت لغايه ما الشمس تقول انا اكلتها كده، عشان السجاد لو ما نشفش كويس يا جماعه هتلاقي ايه ريحته مش حلو. حطيت اللايك يا قمر ولا لا؟ لو ما حطيتش اللايك حطي، اكتبي لي في التعليق. وفؤاد ملكه السجاد، غسيل السجاد. انا مش عارفه وصلت لغايه فين، انا ملكه غسيل السجاد. غسلت والله سجاد كتير جدا يا جماعه، والله عارفين والله العظيم انا قاعده بقالي يومين جسمي مكسر من السجاد ده كله، بس الحمد لله ان انا انجزته. والله كنت هوديه لله، خلاص قلت ان انا هوديه، بس انا من ساعه ما وديته، مع ان في ناس شفت حد يعني بيغسل سجاد كويس، بس انا انتوا عارفين بقى زحمه العيد، وكل سنه وانتم طيبين، احنا داخلين في عيدين، عيد المسيحيين كل سنه هم طيبين، وعيد المسلمين برضو. فانا قلت هتبقى، فؤاد بيقول لي يا ماما انا شفتهم في المغسله بيغسلوا السجاد بيحطوا يجي 10 20 سجاده فوق بعض كده، ويروحوا ماشيين كده اهوت الميه عليها وكده كده اتغسلت، وينشروها ودي كده اتغسلت. بس ما ينفعش يعني، من عملا فانيت كده ما ينفعش يا جماعه. دي السجاد اللي هو الانتريه، والله بغسلها وهي نضيفه، شايفين نضيفه، شايفين نضيفه ازاي، والله نضيفه. بس انا قلت برضو ايه، ما ينفعش ان يجي العيد من غير ما اغسل سجاد يا جماعه، اتعب نفسيا. بالله عليك لو انت شفتي القناه بتاعتي تحطي لايك وتشتركي، لو انت اول مره تشوفي قناتي. انا قناتي يوميات ام فؤاد احلى، وبيكو هتبقى احلى واحلى، وبحبكم جدا والله العظيم. اشوفكم في فيديو جديد بقى مع فرش السجاد مع ام فؤاد.